مرحبا، فيديو جديد. اشترك، تفاعل مع الفيديو لتتوصل بجديدنا. والآن مباشرة إلى التفاصيل. علق الصحفي الرياضي في قنوات بين سبورت جواد بادة على المسرحية التي أخرجها النظام الجزائري في تنظيم مباراة بين السودان والمغرب، وإعلان المنتخب السوداني فائزا على نظيره المغربي الذي تعذر عليها الحضور وحرم من الدخول إلى الجزائر للمشاركة في البطولة الإفريقية. واعتبر بادة خلال تعليقه يوم الاثنين على مباراة الكاميرون والكونغو برسم بطولة الشان المقامة بالجزائر أنه وجب توضيح ما وقع في المباراة التي شارك فيها المنتخب السوداني وحده، مشددا على أن المغرب لا يعتبر منسحبا بل تعذر عليه الدخول للجزائر لأسباب سياسية. وتابع بادة حتى يتم تصحيح بعض الأمور وتوضيحها حول ما حصل بالأمس. المغرب لا يعتبر منسحبا، الدليل أنه في موقع الكاف وكل المواقع لم يتم اعتماد نتيجة 3-0. وشدد بادة على أن المغرب تعذر عليها السفر قبل انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين، لافتا إلى أنه لم ينسحب من المباراة أمام السودان عكس ما روج له بأن السودان فازت بالانسحاب المغربي وتم احتساب نتيجة 3-0. وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أصدرت بلاغ رسمي بعد تعذر مشاركة المغرب في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بسبب عدم منح الجزائر ترخيصا للبعثة المغربية للسفر بشكل مباشر. وأكد الكاف في بلاغه إقامة منافسات المجموعة الثالثة بكأس أفريقيا للاعبين المحليين ب3 منتخبات بعد حرمان المنتخب المغربي وتأهل منتخبين أصحاب المركز الأول والثاني إلى الأدوار الإقصائية. وداعا إلى لقائنا مجددا في فيديو قادم.